اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم. صباحكم نادي بنور الله. يلا وتعالى هنقول لك على وصفة جميلة وظريفة وسهلة بس مكلفة، وهنقول لك في الاخر برضو تعمليه ولا تشتريها جاهزة. والله العظيم يا ولاد شراها جاهزة احسن من عمايلها. تعالوا نشوف مكوناتها ايه وهنعملها ازاي، وهتطلع جميلة واحلى من اللي بره برضو، بس غالية ومكلفة. صح كده الكلام من الاول كده. انا معايا حوالي 2 كيلو من الدقيق، وال2 كيلو من الدقيق رموا كمية كبيرة. يعني انت لو هتعملي وعدتكم اسرة كبيرة زينا كده اعملي كيلو واحد دقيق. كيلو الدقيق بنضيف عليه معلقة كبيرة من السكر، كيس خميرة فورية، رشة ملح، معلقة لبن بودر كبيرة، وبنعجن بمية وذرة ملح. يبقى المكونات بتاعتنا دقيق، لبن بودر، ملح، ذره بسيطه من الملح، معلقه سكر، كيس خميره فوريه، وبيضه، ومعلقه زيت. ده عجينه الكيلو. طبعا كلكم عرفتوا احنا هنعمل ايه النهارده. يا ماما عايزين بيتزا 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 يا ولاد، والله العظيم البيتزا قالك لا احنا عايزين بيتزا من ايدك. قلت لهم يلا نعمل بيتزا من ايدي. اللهم صل على النبي. حطيت كده 4 معالق صغيرين لان ما كانش جنبي غير معلقه الشاي، يعني 2 كيلو دقيق ده لبن بودر. وضفت رشه بسيطه من الملح، وحطيت معلقتين سكر على كيسين من الخميره، وقلبتهم زي ما انتم شايفين معايا. ومعايا عدد 2 بيض. ده طبعا الجو حر مش هنقول لك دفي الميه، لو عندك كوبايه زبادي حطيها، لو مش عايزه تحطي لبن بودر وعندك كوبايه زبادي حطيها. بتدي دسامه للعجينه وتخليها طريه وزي الفل. ويلا كده الخميره اتفعلت معايا واتنشطت، وهننزل بيها ويلا نعجن المكونات كلها مع بعضها. كده باجي معانا معلقتين الزيت، ضفنا المكونات كلها وهنبدا نعجن بالميه. هنحط حبه ميه كده وناخد الايه، شويه الخميره اللي باجين في الكوبايه اللي احنا عاملين بيها. بالله عليكم ما تنسوا ترفعوا الفيديو بلايك وتعليق، ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي. وهنرد على شويه اسئله من اللي قلتوها لي امبارح. بنشكركم على تعليقاتكم، مبروك على الهدايا، مبروك على الهدايا، والله يا ولاد الحمد لله والشكر لله. يعني مش هنقول لكم. واحده جت يا هناء طلعي منها لله، اقسم لكم بالله من غير ما تقولوا. مطلعه منها حاجات لبنات ايتام وحاجات ما شاء الله يعني. يعني مش هنقول لكم من غير ما تقولوا، والله العظيم انا عارفه الشرع وعارفه كل حاجه. حاجه مش هنلبسها بنطلعها، حاجه مش هنستخدمها بنطلعها من غير اي حاجه. وجايه للحج من ساعه ما جابتهم انا عملت كذا وكذا، والله بقى بتدعي لي وقالت لي ربنا يبارك لك يا بنتي. فبصوم يعني مش عايزه اقول. اللهم صل على النبي. إيه كمان. ادعوا لي بس اللي انا واخده دور برد يا اولاد، واقسم لكم بالله مكسر عظمي. مش عارفه ليه كده، من ساعه ما جيت من اسكندريه كان زاد يوم وبقيت كويسه، وراجع من امبارح ماسك ومكلبش كحه ورشح وزي ما تقولوا قولوا غير الصداع بقى، والواحد همدان خالص. بس الواحد بيحب كده يقوم يفرفش نفسه ويعمل الشغلان. اللهم صل على النبي. نشكركم كلكم على دعواتكم، ربنا يبارك لي فيكم، فرحانين لفرحي ومبسوطين لي والله العظيم، ونعم الاخوات ونعم الاهل والاصحاب، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. يعني حاسه من تعليقاتكم بالفرحه، حاسه ان انتم مبسوطين ان انا جت لحاجه زي دي، جالي هديه، فرحانين لهناء، بتحبوا هناء. ربنا يبارك لي فيكم جميعا ويرزقكم جميعا ويوسع عليكم برزقكم ورزق اولادكم. بالنسبه للحاج ام راشد، يعني انا اقسم لكم بالله يعني ما نعرفهاش معرفه شخصيه، بس من تعليقاتكم الحاجه ام راشد اكيد. يعني بعت القناه كتير لان لقيت ناس كتير عارفاها، يعني كله عمال يدعي لها ويقول بتدي وموديه وعامله، ربنا يوسع عليها ويجعله في ميزان حسناته ويبارك لها ويفرح قلوبها زي ما مفرحه قلوب الناس. والله العظيم يا اولاد يعني انسانه في منتهى الذوق والادب والاخلاق، يعني اللهم صل على النبي. والله اول مره تكلمني قبل ما تبعت لي الهديه. فالست ديت ونعم الناس، ست زوج محترمه وطيبه وبشوشه كده وزي الفل، ربنا يرضى عليها برضاه. انا تنتني نعجن في العجينه يا ولاد لحد ما اتلمت معايا، وما تخليش العجينه بتاعتك جامده، لا خليها طريه. هتفرد معاكي، هتطلع معاكي جميله وانت بتبططيها، وفي الاكل كمان مش هتنفخ معاكي كده وتحسي ان انت بتاكلي عيش او بتاكلي جرس، لا. احنا عايزينها، وكل ما ترفعي عجينه البيتزا تبص كده تلاقيها ما شاء الله عليها، تبقى جميله وزي الفل. حطيت معلقتين 2 زيت، كل كيلو دقيق له معلقه زيت، ولم العجينه بتاعتك وغطيها وسيبها ترتاح. هتخمر مش هترتاح بمعنى اصح، انا هنا قلت لكم على ما نلم العجينه نفصل الحمل ونرجع له تاني. عفوا. لمت العجينه وظبطتها وزي ما انتم شايفين قوامها معايا كده. سيبك من عجينه البيتزا السايله اللي بقول لك عليها، لا. حط الميه في الخلاط وحط اللبن، كوبايتين لبن وكوبايتين دقيق لا لا لا، حرام المكونات اللي احنا بنعملها ديت نرميها. اقسم لكم بالله بقيت زعلانه، بقيت نقول لهم ده انا كنت اشتريت 4 5 بيتزات، كانت وفرت وقت ومجهود وغسيل مواعين
وكنت ريحت دماغي من ده كله. اوعي تعملي البيتزا السايله ديت، لان شفت ان قنوات كتير عاملاها وناس رجعت اشتكت قالت لك لا مش حلوه زي اللي بالعجينه. هي كده كده نفس المكونات، بدل ما تضربها في الخلاط اعجنها بايديك. وكمان بتسيبها تخمر العجينه، بتتفتح معاكي وترفع وتبقى زي الفل. سيبك من الترندات وما تمشيش ورا الترندات على طول. انا هنا بنعمل الصلصه وبنحب نعملها بالطريقه الجميله ديت. فصين من التوم، عليهم بصلايه كبيره، 3 4 حبايات من الطماطم، اللهم صل على النبي، رشه كده من الفلفل الاسود والملح، ولو عندك زعتر حط رشه، ما عندكش عادي خلاص ما تحطيش. وقلبهم كده مع بعض، واول ما يبداوا يغلوا هد عليهم النار. هيستوم، هتشم ريحتهم كده اول ما يغلوا، هتشم ريحه جميله تبقى مش اي صلصه. يعني لو في ناس مش عايزه تتعب نفسها، عندك كاتشب اتهني كاتشب، اللهم صل على النبي. عندك صلصه طماطم مش عايزه تعملي برضو كده، بس دي بتطعم البيتزا، بتخليها طعمه وزي الفل. انا شلتها كده من مكان العنجود وفتحتها من ورا كده، بحيث ان هي اول ما تدبل معايا هنشيل القشره بتاعتها خالص. يبقى انا كده معايا طماطم صافيه للبيتزا، الصلصه صافيه. هنحط عليها رشه ملح، هنطيها كده وطعمي، وهدي عليها النار وسيبها، ويلا نعمل الحشوات بتاعتنا. الحشوه ديت حسب اللي موجود في بيتك وحسب مزاجك. شويه فراخ يا ولاد تربيه بيتي، اللي عايز فراخ بيضه تربيه بيتي، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لاصحابها. شايفين شكل نسائر الفرخه معايا شكلها ايه؟ اللهم صل على النبي، حاجه زي الفل. عملت الصدر قطعته بانيه، ده صدر فرخه. قطعت الصدر بانيه كده زي ما انتم شايفين، وبدات كده نعمله شرايح زي الشاورما بالظبط. حابه تاخديها كمان بالعرض تبقى مكعبات صغيره اعملي. وهنقطعها كده ونشوحها تشويحه. عندك لانشون، اللهم صل على النبي، لحمه مفرومه، بسطرمه. الحشوه ديت حسب مزاجك. وفي ناس بتحشيها خضار وجبنه بس، مش اكتر من كده، وبتبقى جميله وزي الفل. بس ونرجع تاني وتالت نقول لكم مكلفه، الجبن غاليه، اللهم صل على النبي، الجبن غاليه خالص يا ولاد. وعشان تعملي كميه اقسم لكم بالله بقيت عايزه نعين نص العجينه في التلاجة. ال 2 كيلو فرطوا معايا ما شاء الله، لانها خمرت وبقت عامله كميه كبيره. قطعت صدور الفراخ، هنجيب طاسه كده نحط فيها معلقتين زيت، ونمسك صدور الفراخ اللي انا قطعتها وننزل بها كده زي ما انتم شايفين واحده واحده. وهنشوحها بحبه ملح وحبه فلفل، مفيش اكتر من كده. انا مش عايزه نعمل توابل كتير، ملح وفلفل بس على الفراخ. ونشوحها لحد ما تتشوح معايا، انصرضت ميه تشربها تاني وكده تبقى زي الفل. يلا كده ما تنسوش تدعوا لحبايبنا، ربنا كده يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم وينصرهم نصر يتعجب لها اهل الارض والسماء. تبارك فيهم يا رب، وتحرسهم وتطعمهم وترزقهم الخير كله يا رب. تطعمهم كده من عندك وتفكها عليهم وتفتحها في وشهم يا رب، وتبارك لهم وتسترها علينا وعليهم ببركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبارك في أولادنا وتهديهم وتصلح حالهم يا رب، تهديهم وتصلح حالهم يا رب. ادعوا يا أولاد، ادعوا لهم بصلاح الحال، ربنا يهديهم ويصلح حالهم جميعا. ربنا يرزق كل بنت الزوج الصالح وكل ولد الزوج الصالح وكل مشتاق الذرية الصالحة ببركة الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على النبي. ربنا يهدي العاصي يا رب، تهدي العاصي كده وتبارك كده في الجميع. والله العظيم يا أولاد مش هنقول لكم على كمية المشاكل، بس يلا الحمد لله والشكر لله. امبارح فكرتوني، انا شوحت الفراخ واديتها اللون الجميل وخليتها زي الفل. لقيت حد كتب لي في التعليقات ايه، انت على فيديو المحشي انت زعلانه ان مرات ابنك ضربت البنت عشان وقعت رز؟ ما هي اللي هتنضف وزمانها خايفه منك، ان هي وقعت الرز عندك وانت هتزعجلها. يا سبحان الله، انت انا شايفاني ماسكه لهم العصايه وقاعده مثلا، ولا كل يوم متخانقه معاهم؟ والله العظيم انا ما بنتكلم، ولو في حاجه انا بنقوم نعملها. لكن انا هم هيخافوا مني ليه؟ قولي لي هيخافوا مني ليه؟ يقول ده تلاقيها خايفه منك. اللهم صل على النبي، خايفه منك وهي ضربت البت عشان كده. لا حول الله يا رب. طب ليه يا اولاد؟ والله العظيم ما بنعمل لهم حاجه. انتوا شايفين شايفين فاطمه ثعلبه ولا ايه يعني بالظبط؟ عايزه نعرف. والله انا واخده الامور ببساطه. السكينه حميتها عشان وانا بنقطع الفراخ تبقى حاميه معايا، هي يا دوب همست صبع همسه. مش هنقول لكم بقى على الدم اللي نازل، كتمته كده بمنديل على ما نقطع الفلافل. طب انا والله العظيم والله العظيم اللي انتوا شايفينه ده كله وهم نايمين. يعني نايمين بعد الجياله، زي ما احنا بنقول عليها الجياله عندنا، مش عارفه انتوا بتقولوا عليها بقى عندكم القيلوله ولا ايه؟ يعني مش بندق في اي حاجه. يعني أنا عجنت وعملت الفراخ وظبطت الدنيا كلها وهم نايمين، هنقول لهم انتوا نايمين ليه؟ لا براحتهم. وبعدين انا بنحب نتسلى، لكن تقولي لي خايفه مني، هتخاف مني ليه؟ لا انت شايفاني يعني كل يوم ضرباها ولا مزعلاها ولا مغضباها ولا ايه يعني بالظبط؟ يعني تتكلم كده، تتكلم في حدود المعقول، لان برضو كل واحد له طاقه. يلا الحمد لله والشكر لله. الناس هتقول ما تزعليش في التعليقات، والله بنزعل يعني.
انتوا شايفين طبيعتي وشايفين معاملتي معاهم وشايفين بنعمل ايه، وتقول لي لا ده هي تلاقيها خايفه منك انها بتبهدل في شغل، وبعدين كده كده هي اللي هتنضفها، انت مش هتنضفي. طب انت كنت جيتي وشفتي انا اللي بننضف ولا هي اللي بتنضف؟ ما احنا كلنا بننضف وكلنا بنقوم بشغل بيتنا ونعمله. فيلا ربنا يهدي كل واحد لحاله، ومن دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. انا والله العظيم يعني انا بقيت نقرا التعليق من الصعب يعني. قلت لها بنتي انت شايفاني ماسكه لهم عصايه ولا حاجه؟ انا اولا انت نعمل فيهم ايه بس عشان تقولي كده؟ شايفين حجم العجينه معايا؟ اللهم صل على النبي، الطبق اتملى. يلا كده اداها بوكس، طلعي الغيظ بقى اللي انت فيه من التعليقات ومش من التعليقات، ويلا حبه دقيق على الطبق وقطعي، حابه تقطعي على زيت قطعي، بس انا بنحب الدقيق. الدقيق بيمشي الحاجه وانت بتخبزيها، بيمشي وانت بتبططي، بيمشي وانت بتنقلها من مكان لمكان، بيبقى زي الفل معاك. شايفين العجينه وقوامها؟ العجينه كده زي الملبن، لا هي اللي سايبه ميه معايا ولا هي اللي متماسكه خالص كده وجامده، لا. شايفين العجينه؟ اللهم صل على النبي يا ولاد. واعجنيها وظبطيها كده وقطعيها وسيبها ترتاح دقيقتين 3، كل ما ترتاح معاك هتفرد. شايفين اهي؟ بدريها كده بس بتبدير الدقيق بسيطه، وحط على طبق على صينيه اللي عندك. العجينه ديت لو عملت بيها عيش باللحم او حواوشي هتبقى جميله معاك، هتبقى زي الفل. ليه؟ لانها هشه كده وطريه وبسم الله ما شاء الله عليها. وقطعي بقى على حسب الصواني اللي عندك. صواني البيتزا دي بتيجي كل صينيه مقاس يا ولاد، كل صينيه بيبقى فيها مقاس، فحاولي بقدر الامكان تبقى انت عارفه انت هتعملي في ايه. وزي ما قلت لك في الاول، كل العجينه بتاعت البيتزا ما تكون مرجوجه بتبقى مية مية معاك، الحشوه بتبقى باينه عليها، ما تجبش معاكي في الفرن وتنفخ كده وتبقى عامله زي البكاكيم، لا. كل ما ترفعها تبقى زي الفل. ولو تاخدي بالك من اشهر المحلات تلاقوهم عاملينها رقيقه يعني، في بيتزا كده بتحس ان العجينه بتاعتها تبقى عامله زي الجرس ام خميره جابه كده ومنفوخه، مش بتبقى حلوه خالص. كل ما ترجي ارضيه البيتزا اللي هي العجينه، وما العجينه هي اساسها الايه، البيتزا اساسها العجينه ديت والجبن اللي انت بتحطها عليه. اما الحشوات ديت عفوا، اما الحشوات ديت حسب مزاجك وحسب اللي موجود في بيتي. جهزت كله كده زي ما انتم شايفين، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، زيتون، قطعت بصل وطماطم مع الفلفل الالوان. والله ما عارفه قالوا لي عليها ايه، اللي عيال جايبينها سلامي ولا من، والله يا ولاد ما عارفه. قولوا لي بقى لو عارفينها، قولوا لي عليها في التعليقات البتاع ديت، مش عارفه هي ايه. قلت لهم يا ولاد كنا عملنا صدر فرخه كمان، قال لك لا دي جميله ومش جميله. والله هم اللي جايبين الفلفل الالوان وجايبين الحاجات دي كلها، كانوا في الشهداء ولقيتهم يلا يا ماما، قلت لهم يلا اعملي لنا بيتزا. امبارح قلت لهم مش قادره، والنهارده قلت لهم يلا، رحت عامله لهم النهارده رشه دقيق بسيطه. العجينه والله ما هي عايزه حاجه، بتفرد معايا وزي الفل. افردي كده وظبطي، وعندك الصواني جنبك. طيب انا عايزه البيتزا تطلع معايا ما تلزقش في ارضيه الصينيه، رشه بقسماط بسيطه ما تتهنيش زيت، رشه بس من البقسماط الناعم في ارضيه الصينيه، تديها قرمشه، بتخليها وانت بتشيلها. بصوا شايفين والله ما تسكر معايا، حاجه بسيطه خالص كده، وشيل البيتزا حطها عليه تطلع معاكي بسهوله من الصينيه. اللهم صل على سيدنا محمد. تبقى زي الفل كده وتخليها مقرمشه معاكي وجميله. خد العجينه على ايديك وفي ارضيه الصينيه كده واحدي فيها، فردها بايديك هتفرد وتبقى على قدها بالظبط زي ما انت شايفه معايا. حابه تعملي لها حرف بقى اعملي لها، انا مش بنعمل لها حرف صراحه. الحرف ده ممكن تحشيه جبنه، ممكن تخليه عليه كده زي ما هو وتسيبيه عجينه، واهم شيء تفتحك بالشوكه دي، لان العجينه خمرانه معانا واخده راحتها. لو ما خرمتهاش هتفزع معاك تجيب، وهتعمل ايه، هتوجع الحشو من عليها في نفس الوقت كده هتلاقيها اتنفخت وعملت زي رغيف العيش. وشايفين الصلصه وقوامها يا ولاد، اللهم صل على سيدنا محمد. يا ساتر يا رب، عفوا عفوا يا ولاد، معلش والله غصب عني. ادعوا لي كده وادعوا للناس كلها، مش عارفه ايه الدور ده، كل ما نقول لحد يقول وانا 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 وانا، كله شكله واخده. حط الصلصه وتهيني البيتزايه كلها، حروفها وصينيتها وكله ادهني، ادهنيها كده وظبطيها. دي اللي هيطعم لك لقمه العيش اللي انت هتاكليها، هيخليها طعمه وزي الفل، لان احنا متبلينها بملح وفلفل اسود. والله ما صلى على النبي، انزل عليها كده بقى بالجبنه، رشه جبنه خفيفه كده في ارضيه الايه، على الصلصه. وابدأي احط الحشوات اللي عندك. انا زي ما انتوا شفتوا كده عامله البتاع اللي هو زي اللانشون او السلامي او زي ما بتقولوا عليه، والفراخ ديت، حبه الفراخ دي يحشوا معاك كتير. زي ما قلت لك هي اساسها الجبنه. افردي كده على على البيتزايه، بترجع شويه كده، مش لازم ترصيها الرصه اللي هي.
وحطي بقى فلافلك الالوان، اللهم صل على النبي. الجبنه الرومي برضو بتحدكها وتديها طعم، بس ما تكتريش، حطي منها حاجه بسيطه. عندنا فلفل الوان كده زي ما انتم شايفين، والله صراحه ربنا اللي عليه بدعهم يعني. الفلفل الالوان ده الواحد ما بيجيبوش على طول. شريحتين ثلاثه من الطماطم، قطعت بصل برضو حلقات صغيره، معاك الزيتون المخلل. وابدأي كده ايه، حط الحشوات اللي معاكي كلها. يعني انت لو حطيت الخضار اللي انت حطاها دي والجبنه من غير حشوه خالص هتبقى زي الفل معاك. وفي محلات كتير بتعملها بالطريقه ديت، بتخليها جبن بس. وحط الزيتون كده زي ما انت شايفه معايا، اللهم صل على النبي. ورشه جبنه حلوه بقى كده ايه معتبره. انا هنا ديت جبنه رومي ملحها خفيف كمان، مش تقيل يعني، عدبه مش حادقه جوه. وابدأي بقى انزلي عليها بالايه، بالموتزاريلا. امليها بقى جبنه كده وظبطيها وكتري، واوعي تستخسري. هي مره كده اعمليها، مش هنعملها كل يوم، لان هي صراحه ربنا والله زي ما قلت لكم مكلفه. انا قلت لهم هنعمل حبه صغيرين. العجينه ديت لو مسكت كل واحده حطيتها في كيس وحطيتها في الفريزر، لو قعدت عندك شهر اتنين وتطلعيه، تسيبها تفك كده وتبططيها، بتعمل معاكي وتبقى زي الفل، اكنك لسه خبزاها، اكنك لسه عجناها. يعني ما تفكريش انها تبقى كده كده ولا كده، لا، بتبقى زي الفل معاكي لما تحط العجينه في الفريزر. بتطلعيها تخبزيها عادي خالص. يعني انا كنت مجربه برضو مره واتنين قبل كده، وبعدين قال لي يا ماما اعملي غدا وعي، قلت لهم يلا غدا وعشاء ادوه. احنا كل يوم هنعمل بيتزا ولا كل يوم هنكلف ونصرف؟ يلا هي مره من نفسنا. ديت هنعملها بقى بالبيف ولا السلامي ولا، والله اللي يعرف الاسم يكتبهولي. انا ماليش في الحاجات المصنعات دي خالص، خلي بالكم يعني، والله العظيم لا بنحبها ولا نعرف اسمائها كمان. ورحت نازله كده عليها بشويه ايه، الفلافل بتاعتنا والطماطم والزيتون. وحطي بقى كده الايه، البتاع اللي احنا مش عارفينه دي. ويلا، اللهم صل شكله حلو، والله شكله حلو. وطعمه، انا اكلت فراخ صراحه. انا الحاجه اللي مش بنحب يعني، مش نعرفها مش بناكلها، من الاخر كده مش بنحب نجربها حتى كمان. يا ماما جربها، قلت لهم لا. فحطيت كده زي ما انتم شايفين رشه من الرومي، وهننزل برده برشه من الموتزاريلا. ودول الحشوتين الاتنين اللي معانا. اللي عندك بقى في البيت اعملي بيه. اقسم لكم بالله بنشوف ناس بتعمل بدنجان مقلي وتحط عليها الجبن، لان زي ما قلت لك الوصفه دي اساسها جبنه. هنا كتري، هنا كتري، هنا عيني كتري، جو كتري يا ولاد، اوعي تستخسري. حطي يا اختي، حط اهو. امليها هي مره زي ما قلت لكم، املي كده جبنه وحط كده، ويلا ظبط الدنيا، ظبط، خليهم مبسوطين، ربنا يبسطهم يا رب ويحفظهم. اهو. انا ما بحبش نقول لحد لا خلاص يا ولاد، والله والله عمري لو هنعمل ايه كده. دي حاضر يا حبيبي، حاضر يا حبيبتي، يلا هنا. عملت بقى كده الكرمه وكيان. الصغيرين دول كنت عايزه نعملها ميني بيتزا ولا اسمها ميني بيتزا ديت، فردت معايا العجينه، لقيتها بتفرد وجميله، كبرتهم كده زي ما انتم شايفين. ورحت برضو دهنهم صلصه وعاملاهم اتنين تلاته فراخ. تلاته فراخ واتنين من اللي هي البتاع دي برضو. يعني ايه الفراخ ما شاء الله صرفت معانا. والجبنه جدي على جد دي، الجبنه اللي معايا كفت البيتزا، فالحمد لله ربنا ساترها يا ولاد والله. الستر كده والبركه من عند ربنا سبحانه وتعالى. على ما نرش الجبنه عليهم هنقول لك هتسويها ازاي. لان انا هنا كنت فيصت خلاص مش قادره، وقلت لهم يلا يا اولاد خدوا ايه، ولعوا الفرن كده من وانا بنعمل، وابداوا سووا ورايا. تولعي الفرن من تحت وتخلي على درجه حراره 200، سواء في فرن البوتاجاز او الفرن الكبير اللي بره، الفرن الغاز. وولعي من تحت الاول لحد العجينه بتاعتك ما تستوي. ابدأي ولعي من فوق يا دوب وكل ما تحمرهاش جو الجبنه تنط معاكي وتبقى زي الفل، وتبقى طريه كده وجميله. لما ما تحمريش وشها، يبقى نولع من تحت لحد ما تحس تلاقي العجينه بدات تاخد لون معاكي من تحت. هتلاقيها اساسا احمرت كمان سنه من فوق. مية مية كده، تكلي على الله. عايزه تولعي بقى الشواريج او تولعي الشوايه تديها همسه، هتبقى زي الفل برضو معاك. على ما نخلصهم هيكونوا هم سووهم. ده شكلها النقي، وكنت روقت الرخامه، والبت هبه غسلت المواعين ورايا، ويلا ونغم قاعده تسوي. اللهم صل على النبي يا ولاد. ولا مهرجان بيتزا هط ولا بيتزا هط ولا زي ما بيقولوا عليها يقول. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، والله العظيم عسل عسل عسل. يلا كده تعالوا نقطع لكم حته ونشوفها. وكانت هنا سخنه ولعه. بنت كانت حاطه 4 صواني في الفرن، بس صواني صغيره، وعماله تضير وتظبط. يا بنت البتاع حلوه من تحت، عسل يا مام. ومن فوق قلت لها هات عسل عسل. يلا ربنا يجعل ايامنا كلها عسل كده، ويجعلها هنا وفرح.
وهنا يلا بقى ايه البتاع ريحتها ايه يا ولاد، الجبنه جميله ومخليه ريحه البيت كده معبقه وزي الفل. يا رب تسترها علينا يا رب، يا رب تستر علينا. شايفين الجبنه سايحه وبتوجع من سخونيتها وبتمط وزي الفل. يا رب تكفينا شر البرد وسنين. وشايفين البتاع من تحت يا ولاد والله العظيم زي العسل، واخده لون كده جميل، ومن فوق ده واخده لون جميل. ويلا بألف هنا وشفا. هي مش هنقول لك بقى قطعي طماطم مقطعه، هي فيها كل حاجه. اللي وصل معايا لحد هنا يقول لي رأيه في البيتزا بتاعت ايه. استودعكم الله، شوفوا وشكوا كده على خير الفيديو الجاي. البيتزا الصغيره كانت في الفرن لسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.